السلام عليكم الناس ديال زينة ستوريا. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد القصة من قلب الحياة ديالنا، قصة قراب مغربي عاش في صعوبات كتيرة، قصة غادي تأثروا بها بزاف كما أنا تأثرت. خليكم معايا حتى لآخر الفيديو. أنا محمد، تولدت في الرباط وتربيت بين الزناقي ديال المدينة القديمة. الوالد مات بكري والأم الله يرحمها كانت كتخيط باش توكلنا. من صغري وانا عارف بلي الحياه ماشي سهله، ولكن عمرني ما تشكيت، كنت كنقول غير نخدم ونعاون. كبرت وانا كنشوف خوتي الصغار وانا الكبير، حسيت براسي مسؤول عليهم. خرجت من المدرسه بكري ودخلت نخدم في واحد الحرفه ديال طابيسي. كان راجل مزيان، علمني الخدمه وخلى فيا الحرفه. خديت الوقت ديالي باش نوض راسي وليت معروف في الحومه. الناس يجيو عندي يديروا الصالونات وكنت كنجمع الريال بريال. ولكن في واحد اللحظه الخدمه ولات قليله والناس ما بقاتش كتخيط بزاف وانا عندي مسؤوليه. كانت ليبيا في داك الوقت بحال الجنه الخدامه. سمعت صحابي كيمشيو كيجيبوا الفلوس وقلت علاش لا. جمعت شويه ديال الفلوس وخديت الطريق، وصلت لطرابلس. كلشي كان غريب، ولكن انا ماشي اول مره نبدا من الصفر. خدام ساكت، وكان في بالي غير نخلي خوتي يعيشوا حسن. من النهار الاول كل شهر كنصيفط ليهم، كتبت كل شيء بسميتهم وقلت لخويا الكبير هذه ديورنا، اشتري الارض، الدار الاولى، الدار الثانيه، محلابه، كل شيء يكون في سميتك. وكان كيقول لي ديما ما تخافش رزقك محفوظ. دوزت في ليبيا 20 عام 20 عام كلها خدمه وعيا. قلبي كان مع عائلتي، ما كنتش كنجي بزاف، غير كنصيفط ونسمع. ولكن واحد النهار جا الخبر ديال خويا مات في كسيده، واللي كان كيعرف كل شيء مشى. رجعت للرباط وانا مفجوع، ما لقيت لا دار لا ارض لا وثيقه لا حتى شي حاجه. مشيت عند خوتي وقلت لهم فين هو رزقي. قالوا لي ما كاينه حتى حاجه في سميتك، سير شكي. كنت كنظن بلي الدم عمر ما يخون، ولكن صدمني الواقع. دخت في المحاكم، ما خليت باب ما دقيته. شفت بعينيا كيفاش الناس يتحولوا، كيفاش فيهم الطمع وكيوليو غرباء. ومن داك النهار وانا كنحس بالبرد، ماشي ديال الجو ولكن البرد في القلب. بقيت شحال وانا ضايع، الخدمه ما بقاتش كتقد، صحتي ولات ثقيله وفلوسي مشاو. ولكن في وسطها كل شيء هادشي بقيت كنقول خاصني نرجع نعيش، ماشي نموت بالحقره. بديت كنخمم شنو نقدر ندير وانا في هاد السن وبهاد الصحه. لقيت الجواب بسيط وبعيد على كل شيء اللي كنت كنتصور. في واحد العشيه كنت جالس بوحدي قدام الباب، كنشوف الناس كيدوزوا وكنسمع غير الصهد. العقل ديالي كيخمم وتنفكر في السنين اللي مشات، في الرزق اللي طار، وفي الصحاب اللي خانوا، وفي الخوت اللي ما بقاوش عندي. طاحت عليا واحد الفكره ماشي بحال الافكار اللي كتشعل وتطفي. هادي شدات في راسي وبقات كدور، وانا نقول انا دابا شنو بقى ليا؟ لا صحه لا مال، غير شي قوالب ديال الحرفه اللي كانت عندي وشي ذكريات. خرجت نتمشى في السويقه القديمه غير باش نهرب من راسي. في وسط الزحام وصلني الصوت ديال التعارج وصوت ناس كيتجمعوا. قربت وبديت كنشوف القرابه لابسين لباس تقليدي وكيضحكوا مع الناس. واحد منهم كان كيشرب الماء من الساقيه وكيدير عرض بحال شي فنان كبير. شفت الناس كيفاش كيتفرجوا فيه، كيعطيوه ريال، جوج درهم، جوج. شحال من واحد كيصفق، شحال من واحد كيشوف فيه بحال شي رمز من الزمن. وقفت وقلت في خاطري وعلاش لا، انا ماشي مهرج ولكن نقدر نكون قراب، ماشي بحالهم ولكن بطريقتي. غادي نلبس لباس تقليدي، غادي ندير واحد السطل صغير ولكن ديال النحاس دوك القدام، ونكون في بلاصه الناس كيتلاقاو، ونكون في البلاصه اللي كيتلاقاو فيها الناس، ماشي باش نطلب ولكن باش نعيش بكرامه. رجعت للدار وقلبت في شي صنادق قدام عندي، لقيت واحد جلابه قديمه خيطتها بيدي. مشيت للسويقه شريت واحد السطل ديال النحاس، نقيته وكتبت عليه بواحد النقش صغير المزين والدنيا بخير. مشيت لمراكش. النهار الاول وقفت في جنب جامع الفنا، قلبي بدا كيضرب بحال الطبل، ما عرفت كيفاش نبدا. وقفت وسكت وتفرجت، بديت كنتحرك بشويه،
كنشرب ونسقي ونقول كلمه زوينه. شي ناس شافوني ضحكوا، شي وحدين كيعطيوني درهم، شي وحدين داروا بحال ما شافونيش، ولكن ماشي مشكل. انا ما كنتسنى لا شفقه لا تصفيق، كنتسنى غير نوقف على رجليا. بديت نجي نهار مورا نهار، بديت نتعلم كيفاش نهضر مع الناس، كيفاش نقول نكته خفيفه، كيفاش نضحك بلا ما نضحك على راسي. النهار الاول اللي بداو الناس كيعيطوا عليا بسي محمد، عرفت باللي الطريق اللي اختاريتها ماشي سهله، ولكن كانت هي الصحيحه. ماشي عيب تبدا من جديد، العيب هو تبقى تابع حلم مات وتخلي راسك يموت معاه. ومن داك النهار بقيت قراب، ولكن ماشي غير قراب ديال الماء، قراب ديال الصبر، ديال التجارب وديال النيه. وليت كنفيق بكري، كنغسل السطل، كنلبس الجلابه وكنمشي لجامع الفنا. كانت الطريق قصيره ولكن في قلبي طويله وعامره بالاسئله. بلاصه كتبدا تتحيه مع الشمس، كيطلعوا القرابه الحليقيه، الناس ديال البيع والشراء، كل واحد عنده قصته وكل واحد كيتسنى رزقه، وانا في وسطهم ماشي غريب ولكن ماشي منهم تماما. بعد المرات كيجيو عندي السياح كيسولوني على اللباس، على السطل، على الماء، كنجاوبهم، كنضحك معاهم، وبعد المرات كنعطيهم يشربوا تنقول لهم الماء فابور، ولكن الكلمه الطيبه هي اللي كتخلص. البعض كيعطي، البعض كيمشي ساكت، ولكن انا ديما راضي. ولات عندي صحبه من السوق، واحد القراب كبير سميتو عبد الكبير، خدام هذه 30 عام. قال لي واحد النهار، شوف السي محمد، الجره ماشي غير رزق، راه فن، راه وجه وصبر. كلامو دخل لقلبي وبديت كنخدم بصدق، ماشي غير باش نعيش ولكن باش نداوي راسي. كل مره كنشوف شي دري صغير كيتفرج فيا وكيضحك كتحمس فيا الحياه شويه. وليت كنقرا وجوه الناس وعرفت بان كل واحد كيجي لهنا هارب من شي حاجه. كانوا كيجيو عندي شي ناس من الرباط، كيشوفوني وكيقولوا لي اش واقع عليك السي محمد. كنضحك كنقول لهم غير خدام مع راسي ومرتاح. شي منهم كيحشم وشي كيبدا يصيفط ليا شي شوفات ما هماش، ولكن انا عمري حسيت براسي ناقص. الناقص هو اللي خاني، هو اللي ضيع العشره، ماشي انا. نهار على نهار وليت معروف في الساحه، ولات عندي بلاصتي، وشي ناس كيجيوني خصيصا باش يشربوا من عند محمد القراب. المضحك ان الناس اللي ضحكوا عليا في الاول ولاو كيسلموا وكيقولوا لي راك راجل، ماشي سهل دير اللي درتي. ولكن الا جينا نشوفوا في الحقيقه راه ما درت والو، غير قبلت بالواقع وقلت الحمد لله. مره جا عندي واحد الشاب كان باين عليه تالف، وقف قدامي وشرب من السطل، بقى ساكت. قلت ليش كتقلب؟ جاوبني كنقلب على شي حاجه منين نبدا، ما بقى عندي لا شغل لا امل. ضحكت وانا نقول ليه شوف هاد السطل، راني عمرني كنت كنحلم نولي قراب، ولكن راه هو اللي رجعني نعيش. قال لي ولكن الناس راه كتضحك عليك. وانا نجاوبه اللي كيبقى يشوف الناس ما غادي يوصل لوالو. شوفني انا لابس كنعس مرتاح وكنعيش من عرقي. مشى الشاب ولكن كلامه بقى في بالي. حسيت براسي بحال شي مرآة الناس كيشوفوا فيها احتمال وكيخافوا يدخلوه، ولكن اللي يدخل كيكتشف بلي الكرامه ماشي في المظهر، الكرامه في القلب. الفلوس مشاو، صحه ما بقاتش بحال قبل، ولكن القلب باقي عامر والراس باقي مرفوع. وليت كنقول راسي الحياه كتعلم، ولكن خاصك تكون حاضر. كانوا كيجيو عندي ولادي ماشي بزاف، ولكن منين كيجيو كنفرح. البنت الكبيره ديالي مره قالت لي يا بابا كيفاش كتحمل توقف النهار كامل؟ جاوبتها راه ماشي الوقوف اللي كيعيي، العيا الحقيقي هو اللي في القلب، وانا قلبي صافي. واحد النهار كنت جالس في الظل ديال واحد الحانوت، ويجي عندي واحد الراجل كبير بقى كيشوف فيا وقال لي انا عرفتك، كنتي كتخدم في الطابيسي ياك؟ قلت ليه بالضبط، في الرباط مع المعلم عبد الحق. قال لي كنت كنشوفك من بعيد، شنو اللي وصلك لهنا؟ قلت لي وصلتني ثقه زايده، واخا كانت زوينه ولكن ما كانتش في بلاصتها. جاوبني بواحد الكلمه عمرني نسيتها، اللي يطيح خاصو يطيح واقف. وبالفعل انا طحت، ولكن ما تهنيتش، ما سكرتش، ما طلبتش، خدمت من جديد من والو وبديت من القاع. دابا كنشوف الناس وكنشوف الزمان، كنشوف الكذوب وكنشوف الخير، كل شيء كيتقرا في وجوه عباد الله. كان حلمي نكون عندي غير مشروع ولا عندي سطل، ولكن السطل هذاك فيه قصه، فيه العمر وفيه دروس، ويمكن كان خاصني ندوز من كل شيء هادشي باش نعرف راسي مزيان. اليوم
وانا جالس في بلاصتي تحت السميه ديال محمد القراب، كنشوف ولاد صغار كيتصوروا معايا والتوريست كيسولوا والناس كيتباركوا. كنحمد الله ماشي على السطو، ولكن على العقل اللي صبر وعلى القلب اللي ما تحقرش. وتنقول في خاطري لو كان رزقي ما بقاش عند خوتي يمكن ما نوليش هاد محمد اللي واقف اليوم. انا ماشي فقير، انا غني بتجربتي، ماشي ضعيف، انا قوي بالهضره الطيبه وبالنيه. الناس كتشوف فيا القراب، ولكن انا كنشوف في راسي راجل عرف المعنى ديال الخساره وبنى من الرماد. وكل نهار كنحط السطل وكنقول يا ربي نهار جديد وفرصه جديده، وكنبدا نخدم ونضحك ونسقي. وانا عارف بلي ماشي غير الماء هو اللي كنقسمو، ولكن حتى السلام والكلمه الزوينه والامل الصغير اللي باقي. ناس زينه ستوريا، وصلنا لنهايه القصه ديال محمد القراب. ما تنساوش تخليو تعليق وتبارطاجيو مع اللي كيحسوا بالمغرب الحقيقي. نشوفكم في القصه الجايه ان شاء الله.